انا سميتني فاطمه. انا تزوجت صغيره، تزوجت على 18 عام. بصراحه ما كانش زواج عن حب نهائيا، كان زواج ديال واحد جا هضر مع با وجا خطبني والوالد ديالي وافق، الوالد ديالي وافقات، صافي. كنت عارفه انه ما عنديش فرصه باش نبغي شي واحد او باش نعيش شي علاقه حب. قلت يلا نتوكل على الله، خصوصا ان هذا اللي تزوج بيا كان لاباس عليه، يعني ميسور. تزوجت به وما نكذبش عليكم كان من اطيب خلق الله، ولكن الصراحه قلبي ما عمره ما تفتح ليه. يعني كنت كنتعامل معاه كزوج وكنعطيه حقوقه كاملين ومهليه في راسي ومهليه في داري ومهليه فيه، ولكن ما قادراش نبغيه. ولكن عشت معاه، ولدت معاه وليد، ومن بعد قررت انني صافي ما غاديش نبقى نولد في الولاد مع راجل انا اصلا نفسيا ما مرتاحاش معاه، غير كنمثل على راسي. بديت كندير الاحتياطات ديالي وعشت معاه عادي. عشت معاه المدة ديال 13 عام، المدة ديال 13 عام. اصلا انا ولدت معاه من بعد من زواجنا ب4 سنين، حيت كنت داير الاحتياط ديالي في الاول. المهم المجموع 17 عام ديال الزواج. غير تمرض فجأة، جاه المرض الخايب ومسكين ما طولش بزاف ومات. ما نكذبش عليكم، النهار اللي مات افتقدته. عاد حسيت به، عاد حسيت بالحب ديالو ليا، عاد حسيت بالحنية ديالو اللي افتقدتها. بديت كنعوض راسي بولدي، قررت انني نربي ولدي ونعيش لولدي وصافي. واخا انا ديك الساعه فاش راجلي مات كنت باقا صغيره ما كبيراش بزاف. المهم العائله وهذا بقاو عليا تزوجي وشوفي حياتك، ولكن انا كنت في الاول رافضه هذا الموضوع بتاتا. وحتى ولدي ملي كان كيسمعهم كيهضروا على هذا الموضوع كان كيكعاو وكيبقى فيه الحال. وانا هذاك ولدي الوحيد وهو عويناتي وما نقدرش نقلقو مني. هي هذيك بقيت عايشه في داري انا ووليدي، ولدي كيكبر نهار على نهار، حتى ولدي دار الكليه وتخرج منها وخدم. ملي ولدي خدم كنخدم في بنكه، ديك الساعه ولات عنده تا هو حياته، ولات عنده البنت اللي كيبغي، ولا مشغول عليا. وفجاه لقيت راسي وحيده، حتى والديا توفاو، والعائله بطبيعه الحال كل واحد ملهي مع راسو. راكم عارفين الدنيا كتاخد الواحد شحال جهد يسول عليك. لقيت راسي وحيده، حتى لواحد صاحبتي تقترح عليا قالت لي واش انت غتبقاي هكا حياتك كامله، علاش ما تعطيش راسك فرصه وتبداي حياتك انتيا. قلت لها صاحبتي راه ولدي، واش هو ما كانش موافق هو صغير غيوافق ليا وهو دابا راجل. قالت لي تهلاي في راسك وشوفي حياتك. انا غير قلت لك ديك الهضره ديالها بقات كدور ليا في راسي شحال وشحال. وفي الاخر قررت انني ندخل لاصال وقديت الفورمه وتهليت في راسي، وليت كنلبس مزيان، وليت كنتشيك حتى انا، وليت كنخرج. عاد حسيت براسي دبت فيا الروح زي ما بيقولوا المصريين. هي هذيك بديت كنمشي لاصال، وطبعا لاصال اللي كنت مسجله فيه كان لاصال مختلط، كان فيه زعما رجال وعيالات، ولكن كلهم كانوا ناس هاي كلاس، يعني ما حد بيشوف في الاخر وهذا عادي. بديت كنمشي نهار على نهار على نهار، وكان تما واحد الشاب كان ديما كيبقى حاضيني، ديما كيبتسم ليا. من بعد ولينا السلام سلام وهذا هكا، حتى لواحد المره ولقيته قال لي بغيت نهضر معاك. وفعلا ملي سالينا لاصال كان تما اصلا هو كان نادي. مشينا جلسنا في الكافيتيريا وهضرت معاه. انا الصراحه بيني وبينكم كنت شايفاه مجرد شاب، يعني راه صغر مني بزاف، يعني هو ملي قال لي السن ديالو هو كبر من ولدي غير ب4 سنين. جلس معايا وقال لي بصراحه ملي عرفت على راسي وقلت لي عندي ولد وهذا، قال لي والله ما باين عليك بصراحه بلي عندك ولد، ما بيناش عليك نهائيا. قلت لي وانت تشوف؟ قال لي واش ناويه تشوفي حياتك وهذا. المهم هضرات بات هضره جابت هضره، لقيته معجب بيا، وانا بزز مني قلبي تفتح ليه، رجعني لايام الشباب.
من جميع النواحي، لا من ناحيه الهضره في التليفون، ولا من ناحيه الشاط، ولا من ناحيه الخروج. يعني حسيت براسي انني رجعت طفله صغيره. صافي بدات علاقتي به، وليت ما قادراش نعيش بلا به. انا عارفه ان هادشي اللي درتو غلط، وكيفاش نقدر نعطي فرصه لدري صغير مني انه يتقرب مني ويتعلق بيا ونتعلق بيه، ولكن قلبي ما عندي ما ندير، قلبي بغاه. صافي بصراحه بيني وبينكم، ملي زدت تعلقت بيه اكثر من القياس، وليت باغي غير الفرصه باش نتجمع انا وياه على، يعني في اي بلاصه في اي وقت، بلا ما يكون شي مانع، بلا ما نخاف ولدي يشوفني، بلا ما هذا. هادشي علاش اتفقت انا وياه باش يتقرب من ولدي ويحاول يتصاحب معاه، باش ولدي يبقى يجيبو معاه للدار وهذا، ونبقاو قراب من بعضياتنا اكثر واكثر. وفعلا مشى للبنكه اللي خدام فيها ولدي، وكان بغى يفتح حساب تما، وفتح حساب بنكي فعلا، وبقى كيمشي عند ولدي مخصوص كيسول عليه. المهم بقى كيتقرب منه هنا 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 هنا، حتى صافي هو من ناحيه ديال كيدخلك مع في الهضره كتلقى راسك صافي تصاحبتي معاه في البلاصه. فعلا ولدي تصاحب معاه ولا كيخرج معاه. واحد النهار جا قال لي راه ماما تعرفت على واحد الشاب جا فتح عندنا حساب في البنكه، وراه تبارك الله عليه، راه يعني عقليته زوينه وعجباتني وهذا. قلت له مزيان. قال لي راه بغيت نعرفو عليك، ولدي مسكين على نيته. المهم هي هذيك واحد المره قلت لي صافي جيبو معاك، عرض عليه زعما يتغدى معانا. المهم وجدت الغدا ووجدت راسي وحطيت شويه الماكياج باش ما نعيقش، ولبست زعما لبست شي حاجه شيك، ولكن بلا ما نعيق من ناحيه ولدي باش ما يدي ما يجيب. وجعدنا للدار، ومن ديك الساعه كانت كي دخلتو ولا ديما جاي غادي جاي غادي جاي، يعني ولات الجلسه ديالو في الدار عندنا حاجه، يعني ولا واحد منا، ما بقاش كيتفارق مع ولدي ولا حتى معايا انا، لدرجه انه بعض المرات ولا كيبات عندنا. من الليله اللي كيكون مقرر انه يبات فيها عندنا للدار، كنت كنتفق انا وياه الله يسمح ليا، كنت كندير لولدي فريد ديال النعاس في العصير او في شي حاجه باش ينعس بالليل وما يفيقش، وكان هو كيبقى يدوز معايا الليله بحال اي جوج مزوجين. رجعت معاه لسن المراهقه، ملي كنت كنفيق في الصباح وكنشوف ولدي فايق دارو راسو ودايخ وحالته حاله، كان كيبقى فيا الحال وكندم وضميري كيأنبني، ولكن ما قدرش نتخلى على الاخر، حيت بحال شي شيطان دخل لي لحياتي. ملي حسيت براسي انني زدت فيه بزاف، وشفت ان هاد العلاقه اصلا كده ما عندهاش مستقبل، وما عمرني ما غادي نحلم نتزوج به، وحتى واحد ما غادي يوافق، ولا عائله ولا المجتمع عموما، وحتى ولدي اهم واحد ولدي تقدر توقع عليه شي حاجه. ديك الساعه قررت انني نوقف هاد المهزله، وهضرت معاه وقلت لي انا وياكم ما نصلحوش لبعضياتنا، ومن الاحسن كل واحد يشد طريقه. ديك الساعه وراني الوجه الاخر ديالو، قال لي هادشي ما اتفقناش عليه، وعندك الحساب لك انني غادي نتخلى عليك بهاد السهوله. قال لي خلي بالك عشان انا تصاورك عندي، والمكالمات مسجله بيني وبينك، واي حاجه كانت بيني وبينك راه عندي مسجله، يعني عندي الدلائل القاطعه على انك كنتي معايا بعلاقه وبرضاكي، وحتى واحد ما كان ضاغط عليك. الا فكرتي مجرد تفكير انك تبعدي، فانا اول حاجه غادي نديرها غادي نمشي عند ولدك وغادي نعترف ليه بكل شيء، وديك الساعه شوفي غتخسرينا بجوج، اللهم خلينا حداك بجوج. كرهته اكثر من القياس، وكرهت راسي، وليت كنطلب فيه باش يبعد مني وما بغاش، وباقي كيضغط عليا باش يجي عندي للدار، وفاش يكون ولدي يدير ليه الفريد في العصير ولا شي حاجه باش يبقى معايا على راحته. انا وليت مضغوطه. غادي تقول لي سيري للبوليس اش كتسناي؟ انا فكرت نمشي للبوليس، ولكن خفت من الفضيحه، حيت هو عنده شي حوايج اللي غيفضحوني وغيبينوا لي حقيقتي، وغيبينوا بلي انا كنت معاه على علاقه برضايا ماشي بز مني، واصلا انا ماشي دريه صغيره. انا دابا محطوطه في واحد الموقف لا احسد عليه. انا عارفه انني غلطت، وعارفه هادشي كله درتو ذنب كبير، ونستاهل هادشي اللي وقع ليا، ولكن انا تبت. كنتمنى انني غير يبعد عليا هذا المشكل ونحلو. والله ما بقيت نشوف شي حد، ولا بقيت نفكر في الزواج، ولا نفكر نشوف شي راجل
حتى مجرد تشوفه برك عليا غير وليدي.